السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في معهد ضباط الصف دفعة 163 بإذن الله، ويا رب كل اللي نفسه في حاجة يحققها إن شاء الله. الأسئلة كتير اللي بتجيلي الفترة ديت، ميعاد الرسالة إمتى؟ ولو أنا نجحت هعمل إيه؟ ولو أنا سقطت هعمل إيه؟ بص يا صاحبي، مبدئيا كده لو أنت مش مشترك في القناة فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام؟ وقبل ما نتكلم عن موضوع النهارده صلي على حبيبنا النبي عشان ربنا يكرمك ويكرمني باذن الله. بص يا غالي، اول حاجه هتعملها، الرساله هتوصل امتى ان شاء الله يا صاحبي؟ هي الرساله بتاعت السمات او سوري بتاعت التناسق الاملاء باذن الله هتوصل لك يوم 17/5. التجنيد هيبدا يبعت الرسائل من يوم 17/5. طب انت لو ما جاتلكش يوم 17 كده انت سقطت؟ لا، بص، معاك من يوم 17، معاك 18 19 20 25 لغايه، بص يعني ما تفقدش الامل، استنى الرساله بتاعتك عبال ما تجيلك، هي كده كده هتجيلك سواء انت ناجح او ساقط هتجيلك. تمام؟ فانت ما تقولش هي ما جاتليش يبقى انا كده سقطت، عشان ما حدش يسال كتير، هي هتجيلك يعني هتجيلك سواء ناجح او انت ايه او ساقط. ماشي؟ فايه اللي انت تعمله في الفتره دي؟ هتمسك التليفون بتاعك وهتخلي بالك منه، والتليفون بتاع والدك وهتخلي بالك منه، او الشخص اللي انت كاتب ايه رقم التليفون بتاعه في الملف او في الموقع اللي انت مقدم فيه على موقع التجنيد. ماشي يا رجاله؟ وتخلي التليفون في شبكه وتتابع التليفون كل شويه، تليفونك انت وتليفون والدك. من امتى؟ من يوم 17/5، لان من قبل يوم 17 مفيش رسائل هتوصل. ماشي يا رجاله؟ تمام. طب دلوقتي يا طارق انا جات لي رساله ناجح، اعمل ايه؟ بص يا غالي، انت بعد ما تخلص وتجيلك رساله ناجح وربنا يكرمكم كده وكل اللي متابعني ينجح، ايه اللي هتعمله بالظبط؟ هتجهز نفسك او هتأهل نفسك للكشف الطبي. تمام؟ وانا قبل كده منزل فيديو الكشف الطبي الخاص بمعهد ضباط الصف، ومنزل ايه اهم 5 نصايح هتعملهم لو انت ربنا كرمك نجحت ودخلت الكشف الطبي. فانا هسيب لكم الرابط بتاع الفيديوهين دول في صندوق الوصف، تقدر تتفرج على الفيديو اللي هو اهم 5 نصائح الكشف الطبي، والفيديو الثاني اللي هو الكشف الطبي كام عياده. ماشي يا رجاله؟ تمام. وبنتكلم في الفيديو عن اهم العيادات اللي ممكن تواجهك في الكشف الطبي. ما علينا من الحته دي. ماشي؟ ايه اللي هتجهزه عشان تدخل الكشف الطبي لو انت ربنا كرمك ونجحت؟ بص يا صاحبي، هتجهز ايه بقى؟ هتشوف انت اهم حاجه عندك تعدي كشف الطب ده. عديت انت كشف الطب ده، اعمل حسابك بنسبه 95% انت عديت الاختبارات، لان كشف الطب ده بيصفوا فيه كميه كبيره فوق ما تتخيلها. يعني ممكن 500 واحد يدخلوا العياده، مش الكشف، يدخلوا العياده ينجح منهم 200. انت متخيل؟ فعشان كده بقول لك ايه، خلي بالك الكشف الطبي ده مهم جدا 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 ولازم انت تنجح فيه ان شاء الله. فانت هتجهز نفسك لايه بقى؟ هتشوف يا صاحبي لو انت عندك غرز هنا هتشيلها ازاي؟ بالليزر. وهنتكلم عن الحاجات دي كلها في الكشف الطبي، وهسيب لك برده الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ماشي يا رجاله؟ فلو انت عندك غرز هتشيلها، عندك وحمه هتشيلها. تمام؟ دي اهم حاجات. ماشي؟ ففي حاجات ما ينفعش ان هي تتعالج في الفتره دي، خلاص انت قدامك حوالي شهر ولا 20 يوم. لو عرفت تعالج نفسك، لو انت عندك تقوس عالج نفسك، لو انت عندك تقوس هتروح فين؟ هتروح لدكتور علاج طبيعي. تمام؟ وهو يعني بنسبه كبيره ممكن ممكن لا، على حسب الشخص اللي قدامه او على حسب الحاله اللي قدامه. ماشي يا رجاله؟ دي الحاجات انت ممكن تجهزها. ماشي؟ الحاجه الثانيه، لو انت بتدخن تمنع التدخين في الفتره دي. لو انت ربنا كرمك ونجحت ودخل الكشف الطبي تمنع التدخين في الفتره دي عشان التحاليل بس والحاجات دي كلها. ماشي يا رجاله؟ طب ايه الحاجات الثالثه برضو اللي ممكن تجهزها؟ انا قلت دلوقتي الغرز، تمام، وقلت التقوس، والحاجه الثالثه اللي هي انا قلتها اللي هي التدخين. دول 3 حاجات طبعا تخلي بالك منهم، ولازم انك انت تعالجهم قبل ما تدخل الكشف الطبي. ماشي يا رجاله؟ رابع حاجه برضو اللي هي برضو تهتم بيها، انك انت تلعب برضو اللياقه البدنيه عشان تظبط الاملاح بتاعتك. تمام؟ يعني تلعب لياقه بدنيه، يعني تلعب جيم، جري، اي حاجه تلعبها بحيث انت تنزل تحرق دهون، عشان برضو كميه سوري او معنى صح في اللفظ العرق ده بيصفي الاملاح اللي عندك، عشان لما يشوفوا عندك في الاملاح برضو يلاقوا الدنيا تمام ما فيهاش اي مشكله. فدول 4 حاجات تخلي بالك منهم يا صاحبي. ماشي؟ لو انت ربنا كرمك ونجحت ودخلت على الكشف دخلت على الكشف الطبي. ماشي يا رجاله؟ طبعا تركز فيهم جامد، تركز فيهم عشان خاطر تعدي تمام الكشف الطبي. ماشي؟ دول اهم 4 حاجات. لو انت عندك غرز، عندك تقوس، تمام، او عندك اي حاجه كده مش يعني تظبطها، تمام، في التقوس الايدين او الرجلين. والحاجه الثالثه برضو اللي انا اتكلمت عنها في المعمل اللي هي التحاليل، تبطل السجاير او تبطل الحاجات دي اللي انت بتشربها. تمام؟ والحاجه الرابعه برضو اللي انا قلت لك عليها، واللي هي انك انت تلعب جري كتير عشان تحرق دهون، عشان برضو تنزل كميه عرق، عشان برضو تخفف الاملاح من عندك. ماشي؟ دول 4 حاجات لازم تعملهم يا صاحبي لو انت ربنا كرمك نجحت ودخلت وداخل على الكشف الطبي. ماشي؟ وانا طبعا زي ما قلت لكم هسيب لكم برضو
الكشف الطبي في صندوق الوصف، وهسيب لكم 5 نصايح برضو قبل ما تدخل الكشف الطبي. ماشي؟ ده لو انت شخص ناجح. طب لا قدر الله انت يا صاحبي سقطت، هتعمل ايه؟ بص يا صاحبي، انت امتحنت ايه؟ انت امتحنت تناسق واملا، تمام؟ سقطت مش هيقول لك انت ايه السبب اللي انت سقطت عشانه، بس انت كان امتحنت سمات، امتحنت تناسق واملا، تمام؟ ما هو انت عارف يا اما انت طولك قليل، يا اما وزنك مش متناسق مع الطول، يا اما انت لو مؤاخذة مش بتعرف تكتب كويس. ماشي؟ وانت برضو عارف الحاجه اللي عندك، يعني مش اكيد انا مش هعرفها، تمام؟ نفترض دلوقتي انك انت سقطت لا قدر الله، يعني ربنا يكرمك وتنجح، بس انت دلوقتي نفترض انك انت سقطت، تمام؟ هتعمل ايه بالظبط؟ انت سقطت مثلا يا صاحبي في التناسق والاملاء، واحنا كلنا عارفين ان الاختبار الاول تناسق واملاء، فالتناسق ده اللي هو طولك لازم يكون 170، فانت كده انت عندك مشكله في الطول. هتحل المشكله دي ازاي بقى؟ ربنا يكرمك وتقدم السنه اللي جايه، انت عندك متاح ليك من 15 سنه ل 25 سنه تقديمات، تمام؟ لو قدمت كل سنه مفيش اي مشكله. من 15 ل 25 10 سنين تقدر تقدم فيهم في التطوير، او بمعنى صح في معهد ضباط الصف المعلمين. ماشي يا رجاله؟ فانت هتعالج المشكله دي ازاي؟ لو انت عندك مشكله في الطول، تمام؟ يعني طولك مثلا 168 67 65 ايا كان الطول بتاعك، طبعا هتروح الجيم وتلعب عقله، عشان في ناس كتير بتقول لك العقله مش بتدي مصلحه. لا يا صاحبي، العقله دي مهمه اساسا، تمام؟ انا بس مش برضه ارد عليك واخد ودي معاك في الجروب، تمام؟ لان مهما اتكلم انت مقتنع باللي في دماغك، لكن انا هقول لك اللي في دماغي. العقله دي يا صاحبي بتفرد العمود الظهري، سوري العمود الفقري، بتفرد الظهر، تمام؟ فلما الظهر يتفرد خلاص كده الموضوع منتهي، واخد بالك؟ الظهر العمود الفقري بيتفرد، في الفقرات بتوسع، فالقامه بتاعتك بتبقى طويله، فانت كده طولت، تمام؟ وده عن تجربه شخصيه، مش هقول لك حاجه من عندي، تمام؟ انا لما كنت مقدم حربيه كان طولي 165 او 164، تمام؟ في 4 شهور والحمد لله، يعني بفضل ربنا ثم انا اعتمدت على نفسي، بقيت العب واحط وزن على رجلي من تحت وظبطت الدنيا، تمام؟ يعني خليت اللياقه البدنيه عندي عاليه شويه. ماشي يا رجاله؟ فالعقله طبعا ده شيء اساسي وحاجه اساسيه، انك انت لازم تلعب عقله لو انت لا قدر الله سقطت في التناسق الاملا، او بمعنى صح سقطت في التناسق عشان الطول بتاعك. طب نفترض ان الطول بتاعك سليم، انت مقدم يا صاحبي وعارف ان طولك سليم، انت طولك 170 وفيما اعلى، يعني 170 وزياده، يبقى مشكلتك في ايه؟ في الوزن او التناسق، تمام؟ لو انت برضو طلعت وبعد ما خلصت وسقطت لا قدر الله مثلا، وطلعت كشفت ولقيت ان المشكله عندك في وزنك مش رافع، او وزنك مش مكمل طولك، يبقى انت كده عندك مشكله في ايه؟ في الوزن، وهم سقطوك بسبب الوزن، فبالتالي هتقدر تعالج المشكله دي وتقدر تقدم عادي السنه اللي جايه وتظبط ايه؟ الطول مع الوزن، في حاله لو انت متاكد انك انت بتكتب كويس والاملا بتاعتك كويسه. طب نفترض ان برضو الطول مع الوزن كويس، يبقى انت كده عندك مشكله في الاملا، ودي تتدرب عليها ازاي برضو؟ تمام؟ انك انت تكتب كتير، ماشي؟ وتخلي حد يمليك قطعه كده، تتعود على الكتابه، وده مش عيب ولا غلط، احنا كلنا كنا بنتعلم الكتابه كده، وكلنا كنا بنتعلم الاملا كده. فانت تتعلم الاملا ان حد يجيب لك قطعه تكتبها صح وتشوفها، او انت مثلا تكتب مثلا، يعني معاك قطعه كده اهي، اكتب ورقه على وشها مثلا واكتب انت مثلا القطعه، تمام؟ او اقرا سطر واكتبه وشوفها وهتلاقي نفسك تتعود. ده لو انت عندك مشكله في الاملا. ماشي يا رجاله؟ يبقى انا اتكلمت في الفيديو ده عن الحاجات اللي انت هتعملها لو انت سقطت او انت نجحت ان شاء الله وداخل على الكشف الطبي. بالتوفيق ليكم يا رجاله، وان شاء الله ربنا يكرمكم يا رب، واشوفكم كده من المقبولين في معهد ضباط الصف، ويا رب تنجحوا كلكم يا رب، وما اشوفش حد فيكم ساقط باذن الله. ولو عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبولي في الكومنت، وانا تحت امرك يا صاحبي في اي وقت، بس اشترك في القناه فضلا وليس امرا. تحياتي ليكم، طارق البدري.